السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير. اذا الفيديو تاعنا البنات اليوم مشروع صغير وهايل، مشروع تاع الشتاء. اليوم ان شاء الله راح نخدموا من لي شيت تاع القطيفه. انا عندي قطيفه رويال وراها عندي بزاف تاع لي شيت تزادوا لي من ورشه. اذا قطيفه رويال البنات دير 50,000 40,000 45,000 كل محل وكيفاش. اذا اليوم راح نخدموا بونيات تاع الاطفال، يعني اطفال اللي يقراو في المدرسه. هاد البونيات البنات جايين هكا مريحين على الاذن، جايين دافين وملاح. اللي تبغي دير يعني كاشني معاهم دير. انا فقط جبت لكم الموديل تاع البوني باش تخدموه كمشروع مصغر مربح، يعني الخيارات اللي يحوسوا هاد المشاريع في المنزل. اذا اول حاجه واش راح ندير، راح نحكم الراس نتاع المانكان تاعي البنات. هذا الراس تاعها جاي شويه صغير، رايحه ندي الدوران البنات. الدوران انا نقصت درت دوران 50 سنتيم. علاش؟ لانه القطيفه لازم تجي مزيره على الراس، لازم ما تجيش هكذا مهنقله ولا عريضه، ولا لازم البوني كي ديروه هكذا يجي على حسب الراس نتاعكم، يعني نورمالمون فهمتوني. اذا هنا رايحه ندير البنات 50 سنتيم هكذا. القطعه تاعي لازم تكون على 2. واكدوا لي لازم اللي يتكسل يجينا من جهه العرض، اللي يتكسل هكذا يجي من جهه العرض، ما يجيش من جهه الطول البنات، باش البوني كي ديروا الاطفال تاعكم كي شغل هكذا يتسرح وما يجينيهمش هنا في الودنين. اذا من بعد راح ندير الطول نتاع البوني تاعنا. اذا الطول تاع البوني درت انا حوالي 20 سنتيم. البنات هاد القياس اعتمدوه بالنسبه للبنات اللي يقراو في الابتدائي. انا درتهم بنتي مانيش عارف اسكو يجيو ولا مازال ما قيستهم لهاش. من بعد حنخدم لها زوج يكونوا صغار، يعني يكونوا على حساب الراس نتاعها. اذا حنقص قطعه مربعه كما راكم تلاحظوا. الطول تاعها 50 سنتيم والعرض نتاعها حوالي 20 سنتيم. اذا هنا نديروا خط مستقيم بهذا الشكل، ومن بعد نجي هنا البنات ونفصل بهذا الشكل. يعني نورمالمون كل شيء راه موضح في الفيديو. اذا البنات هذه هي الطريقه نتاع فصاله هذا البوني. هذا البوني فصلته من اسهل ما يكون، يعني وحده خاطيه وخاطيه كامل المجال تاع الخياطه تقدر تخدموا لبناتها يعني بكل سهوله. بالنسبه للديكور كيما حبيتوا يعني ديروا. انا كانت فيهم بابيون هنا من الامام من نفس القماش، وكاين اللي درت الكالون تاع لي بونبون هنا من الامام، يعني فقط من الامام ما ديروش من الخلف باش البوني تاعكم يعني يتكسل. اذا هنا بعد ما قصيت زوج تاع لي بوني فصلتهم باللون الكرونا، راح نفصل ايضا 2 باللون البلوغوا كما راكم تلاحظوا. نتوما دو الباترون يعني شغل ديروا على ورقه، ومن بعد بقاي غير تحطي وتقصي على القماش تاع القطيفه. حاولوا ما ديروش قطيفه على 2 باسكو يجي مجيني، يجي في الراس مجيني، سيرتو في الودن ما يولوش يسمعوا الاطفال. انا بغيت نديرو يعني طرف واحد برك يجي حنين وايضا دافي في نفس الوقت. البابيون حاجه سهله بزاف. تدو هكذا يعني مستطيل، يكون الطول تاعو واحد يعني 9 الى 10 سنتيم، والعرض تاعو يكون 6 الى 7، يعني هو قريب مربع. كذا راح نقص انا المستطيل نتاعي بهذا الشكل، ونجيب ايضا نقص قطعه يكون العرض نتاعها حوالي 3 سنتيم. الطول ما يهمش. من بعد ديروا هكذا على حساب بابيون، لازم القطعه الوسطانيه تجيك شغل شاده البابيون تاعكم باش تعطينا منظر شباب. هذه هي البنات القطعه نتاعنا اللي في الوسط. والان بسم الله رانا على ماكينه الخياطه. راح دائما باللون البلوغوا نخيطوا دائما بنفس لون القماش. راح من بعد بحوالي 1 سنتيم نخيط. واكدوا لي على السورفيلاج، يعني لازم سورفيلاج، لازم في القطيفه لازم سورفيلاج. لازم سورفيلاج باسكو القطيفه كي تتكسل تتفتق، كيما تكوني جايه سورفيلاج ولا زيكزاك تتفتق. انا هنا نخيط بكبرى دائما ندير زيكزاك تاع حاجه شباب، يعني فيني بزاف القطيفه بالزيكزاك. اذا هنا دائما ندور بهذا الشكل كذا البنات. من بعد بحوالي 1 سنتيم ولا ماشي شرط الاطفال البنات، ما نتوما الامهات ولا المهم وحده اي وحده تكون كبيره تبغي تخدم هذا البوني تدفي يعني روحها في فصل الشتاء عادي جدا. غير انا قلت لكم هذا المشروع شغل خدموا القياس تاع البنات، يعني اللي يقراو الامهات يعني يبغوا يشربوا نيات هاد الحوايج لبناتهم. اذا ها الخياطه نتاعنا. والان واش راح ندير، انا راح ندور بها بالزيكزاك باش ما تتفتقليش. اللي عندها سورفيلاج دير ايضا السورفيلاج. الخدمه تاعهم بزاف سهله، ما تاخدش الوقت،
وينفعوا يعني ينفعوا كمشروع. بالنسبه للديكور انت ابدعي. الا عندك دي فلور هكذا ورد في البلوغوا ولا في الباج تبغي ديري الثوردات هكا دوك لما يشراو، ديري 3 هنا من الامام يجوا بزاف شابين، ولا 3 كشغل هكذا زيريهم هكا يجوا هنا على جهه يجوا بزاف 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 شابين. انا كان المتوفر عندي الكالون تاع لي بومبون، وكان يعني ودرت زوج درتهم خدمتهم يعني بابيون بالقطيفه. اذا هنا راح نطوي طويه البنات وندير السورفيلاج، ماشي سورفيلاج، ندير زيكزاك، لانه الزيكزاك كاع تنشعل القطيفه ما يتفتقش. اذا هكذا باش ما يجيكمش مجيني هنا عند يعني هنا عند الراس ولا عند الجبهه. اذا هكذا طويت بحوالي 1 سنتيم عفوا، وراني ندير في الزيكزاك نتاعي. جربوا هذا المشروع البنات، جربوه راهو يمشي. يعني هذا هو الوقت نتاع البونيات نتاع الشتاء، هذا هو وقتهم البنات. نكمل كامل القطعه نتاعي الاماميه، ندير لها زيكزاك بهذا الشكل، ومن بعد اللي نكمل القطعه نتاعي كامل نبقى ندير في الديكور. نتوما تبغوا ديروا يعني بابيون قلت لكم من نفس لون القماش، ولا تبغي تشري كالون، تبغي تخدمي موتيف، يعني انت ابدعي. يعني كل بوني ديريه ما يشبهش الخوه. اذا بالنسبه للبابيون تاعنا ها كيفاش راح نخيطها، نحكم القطعه نتاعي لداخل يعني على القفه نتاع القماش بهذا الشكل. اذا هكذا بحوالي 1 سنتيم هكذا نخيط كامل الجهات. انا عندي جهه مغلوقه فراح نخيط 3 جهات الباقيين، ومن بعد نفتح فتحه في الوسط حوالي 2 سنتيم باش نقلب بها القطعه نتاعي. اذا هكذا، اذا ها القطعه نتاعنا بعد ما خيطناها قلت لكم راح ندير فتحه لداخل. يعني هذه الطريقه بزاف سهله، وبزاف البنات يعرفوا يعني كيفاش يخيطوا بابيون، ولكن انا هنا بغيت نشرح يعني كل شيء بالتفصيل الممل اون كاو يعني وحده مبتدئه معنا تتعلم لاول مره باش تفهم يعني على واش راني نتحدث. اذا القطعه تاعنا هذه نطويها لداخل بهذا الشكل ونخيطوها. بعد واش ندير، نحي هذاك الزائد بالمقص ونقلب القطعه نتاعي هكذا. درت فتحه، الفتحه تكون حوالي 2 سنتيم كذا لداخل، ونقلب القطعه نتاعي كامل، نخرجوا لي كوان تاعنا يعني باش تجينا البابيون تاعنا تجينا شابه. بعد واش ندير، ندير ماكينه الخياطه، نعمل ثنيات في المنتصف، يعني هكذا ثانيه 2 3 ولا 4، يعني لازم نثنوا باش البابيون تاعنا يعني تبان فقط هكذا. من بعد نحكم القطعه نتاعي الوسطانيه، نحط هكذا في الوسط باش نعرف يعني وين نخيط. هكذا نعين شحال يخصني باش تجيني البابيون تاعي شابه. من بعد نخيطها ونبقى ندخل هكذا البنات، هكذا راني ندخل فيها. بعد اللي خيطتها ونحيت هذاك الزائد ندخل القطعه نتاعي لداخل، ونتحصلوا على البابيون كما راكم تلاحظوا من نفس لون القماش. نحطها هنا بهذا الشكل. اذا مذيعاتي الكريمات هذه هي النتيجه النهائيه. خدمت 4 نتاع لي بوني، بالك ما ديتش فيهم 4 ولا واحد 20 مينوت هكا حتى نص ساعه خدمت فيها 4 نتاع البونيات. سعر البيع هو 200 دينار جزائري، 20 البنات يعني 20,000. تبيعوا تخدموا 5 ب 100,000 مليحه، راهي مليحه بالبزاف. وخدموا برك بليشي تاع القطيفه اللي تزايدوا عندكم، ولا يعني وحده خياطه ولا صحاب الورشات ولا هكذا يعطوكم هذوك لي شيت نتاع تخدموا بهم البونيات. بالنسبه للكالون بعت بحوالي 3 الى هكذا يعني 3 الى 4 سنتيم، وخيط الكالون تاعي فقط من الامام. يعني ركزوا لي الكالون ديروا برك من الامام، ما ديروش من الخلف. لو كان ديروا من الخلف ومن الامام البوني تاعكم يجيكم مجيني، لانه الكالون يشد القطيفه. قلت لكم ديروا برك من القدام، ما ديروش من الخلف. اذا هذا هو الموتيف الاول. شوفوا القرانا كيفاش جا شباب، يعني الاطفال مع شعرهم ومع اللبسه يجي بزاف 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 هايل. انا صورته برك يعني الراس تاع البوبي ولا الراس تاع المانكا. اذا هذا هو الموتيف الاول. شوفوا تلبسوه يعني يلبسوه بكل اريحيه، يلبسوه ويعاودوا يلبسوه. نعرفوا القطيفه طول والدوم الاطول فتره ممكنه. هذا هو الموديل او الموتيف الثاني اللي فيه بابيون البنات، تقدروا ديروها على الجنب وتقدروا ديروها في الوسط. شوفوا هكذا يعني تنشعيه كامل ونعاود نطلقوا، ما يصرى له حتى شيء، ما يتفتق ما حتى شيء. اذا هذا البابيون تاعنا، هذا هو الموديل، وهذا هو الفيديو تاعنا اليوم. نتمنى الاعجاب، نتمنى عفوا ينال الاعجاب تاعكم. مازال كاين مشاريع اخرى جديده راح ننزلها في القناه يعني في الايام القليله المقبله. اذا هذا الموديل تاع البابيون هنا باللون الازرق.
وهنا الموتيف الاخر نتاع القالون نتاع لي بونبون، هنا خدمته في الباش كان متوفر عندي يعني في المنزل، دائما انا نخدم بالمتوفر. اذا مديعاتي الكريمات هذا كان الفيديو تاعنا نهار اليوم، نتمنى ان الاعجاب تاعكم. في الاخير نقول لكم بقيه نهار سعيده للجميع، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.